عانت من طفولة قاسية جدا بسبب انفصال باباها ومامتها، وللأسف عاشت مع أبوها موسوليني بقى، وكان أبوها بيتنقل كتير قوي بسبب شغله، وطبعا هند كانت مسحولة يا عيني وراه، وما كانش فيه استقرار خالص في حياتها. وعشان تكمل بقى أبوها اتجوز، ومرات أبوها طلعت رخرة مفترية، يعني يا ربي مش كفاية عليها الأب المفتري. وعشان تقفل خالص بقى أبوها قعدها من المدرسة الفرنساوي اللي كانت بتدرس فيها. هند يا عيني اتبهدلت خالص وخست تماما، لدرجة ان هي صعبت على جدتها خديجة هانم رستم، واخدتها تعيش معاها في جاردن سيتي، مع انه من الاولى ان هي تروح تعيش مع مامتها، بس للاسف مامتها كمان كانت اتجوزت. بس المره دي بقى حظها كان حلو، لان مامتها كانت اتطلقت، وراحت هند عاشت مع مامتها ساعتها في اسكندريه. واتنقلت هند للقاهره مع مامتها سنه 46، وقدمت في الاعلان اللي كانت شركه الافلام المتحده منزلاه عايزه وجوه جديده، وبدات الفن وهي عندها 15 سنه، دخلت بادوار صغيره كده ككومبارس يعني، وقدمت اول مشهدين في فيلم ازهار واشواك لما اكتشفها المخرج عز الدين ذو الفقار.